السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم الصحة والسعادة. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل صينية بطاطس بس من غير اهم مكون فيها مش هنحطه. طيب هو ايه يا ام شذى؟ خليكم معايا وهنشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا من هنا معايا جبت بصلتين كبار وقرن فلفل اخضر، وقمت رايحه جايه ضرباهم في الخلاط منعماهم قوي، وقمت رايحه جايبه حاطه البهارات بتاعتي عباره عن ايه؟ البهارات عباره عن عن كمون، عن فلفل اسمر، عن حبهان، عن ورقتين لورا، عن شو اهم شيء بابريكا وكاري وكركم. حطيت كل المكونات دي وكل البهارات دي في التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين كان معايا فرخه قطعتها قطع صغير. اهم شيء في الوصفه دي ان انت لازم تقطعي الفراخ قطع صغيره، تمام؟ علشان احنا هنحطها مع البطاطس، والبطاطس انتوا عارفين دلوقتي مش بتغيب في السوا، فاحنا لو كبرنا قطعه الفراخ البطاطس هتغيب، الفراخ هتغيب في السوا والبطاطس هتستوى بسرعه، فبعدين الامور مش هتظبط معانا، تمام؟ طبعا هنا انا تبلتهم كلهم وحطيتهم معايا في قلب التتبيله زي ما انتوا شايفين كده، وسبته هسيبها حوالي ساعتين في التلاجة او حاجه. بعد ما طلعناها من التلاجة بعد ساعتين، تعالوا يلا هنعمل ايه. انا مقطعه البطاطس بتاعتنا حلقات زي ما انتوا شايفين كده، برصها في الصينيه رص فوق بعضها كده وبظبطها علشان نضيف الفراخ بتاعتنا. طبعا المفروض الطبيعي ان انت هتقولي ايه يا ام شاذة، دي صينيه بطاطس عاديه خالص، انت هتتفلسفي يا ام شاذة. هقول لك لا، هي صينيه بطاطس مش صينيه بطاطس. انا جربيه صينيه البطاطس، احنا بنحط عليها طماطم، لازم بيبقى عليها طماطم او صلصه عشان تبقى حمرا وحلوه كده. دي من غير طماطم خالص ولا صلصه خالص، مجرد بهارات وبصل وقرن فلفل اخضر، تمام؟ طبعا انت عاوزاها تبقى سبايسي حط شطة، ما تحطيش طبعا دي شيء يرجع لك. اللي والله العظيم والله العظيم انا عملت الوصفة دي عجبت جوزي جدا جدا وعيالي. يعني عيالي عندي في، يعني عيالي اكلتهم ضعيفة مش قوي، بس يومها اتنسفت والله العظيم وحبوها وفرحوا قوي وقالوا لي ليه ما عملتش كتير يا ماما. فان شاء الله جربيها على الطريقة ديت هتعجبكم جدا جدا. انا ايه رصيت البطاطس هنا معايا اهوت، وبعدين هبدأ ارص قطع الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا مقطعه الفرخه قطع صغيره خالص زي ما انتوا شايفين، يعني الدبوسه على قطعتين، الصدر على كذا قطعه علشان يستوى معايا بسرعه، تمام يا حبايب قلبي؟ هرصها هنا، وبعد ما هرصها هروح اوديها على وش البوتاجاز. لو انت مستعجله حطيها على البوتاجاز من فوق تستوى معاكي، ودخلها الفرن تاخد لون من فوق، وبعدين تخرجي. مثلا مش مستعجله والوقت بدري معاكي، دخلها في الفرن وسيبيها هتستوى معاكي وهتبقى جميله ويبقى طعمها حلو. طبعا التتبيله ديت انت هترميها؟ لا مش هرميها يا ام شذى، اني حطيتها معايا هنا، تمام؟ بهز الصينيه كده وهروح بقى ايه اوديها. طبعا السطور بتاعي دي اللي بقطع بيه في المطبخ سبته زي ما انتوا شايفين كده. هروح احطها على البوتاجاز وهغطيها وهسيبها تستوى مع بعض. طبعا هنا انا كنت طبخه رز وسايباه يتردد معايا على البوتاجاز، وحطيت هنا الصينيه على العين الكبيره. ليه؟ عشان انا كنت مستعجله وعاوزاها تستوى بسرعه. انا نسيت اقول لكم يا جماعه، انا كنت حاطه عشان برضو الامانه انا حطيت طماطمايه واحده صغيره خالص خالص علشان الامان. بس هي الوصفه دي المفروض تبقى من غير طماطم خالص، بس انا حطيت طماطمايه واحده صغيره. انتي ممكن تستغنى عن الطماطمايه دي، بس الوصفه الاصليه من غير طماطم، تمام؟ هنا الرز استوى تمام اهو، هسيبه شويه كمان واغطيه، وهغطي البطاطس وارجع لكم بعد ما تستوي معانا. هنا الفراخ اهي استوت
طعمها والله العظيم كانت دايبه دوب هي والبطاطس، وجميله جدا. شايفين لونها حلو ازاي؟ والكركم والكاري عاطينها صفار حلو اوي، عاطين البطاطس برضو لون صفار كده جميل جميل. والطعم بقى مش قادرة اقول لكم، الطعم كان حكاية حكاية والله العظيم. جربيها ومش هتندم. شايفين بسم الله ما شاء الله، والله العظيم يعني كانت جميلة، يا ريت تجربيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين. معلش يا جماعة الفترة ديت انا ما بنزلش فيديوهات كتير، بس والله لظروف، يعني كان عندي ظروف. والحمد لله. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ربنا يعود عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. شايفين الفراخ مستوية والبطاطس مستوية وكله تمام. يلا مع ألف سلامة.